طبعًا أول حاجة هتيجي في بالك لمّا أقول لك لازانيا هي إيطاليا، الطبق اللي ريحته لوحدها بتخلّي أي حد يجوع، بس تفتكر بقى هي إيطالية فعلًا والّا لأ؟ الحكاية ابتدت من زمان أوي في اليونان القديمة، يعني هي مش إيطالية، كانوا بيعملوا زمان عجينة كده رقيقة ويفردوا طبقة ورا طبقة لحد ما يدخلوها الفرن، يعني تقريبًا نفس فكرة اللازانيا، بس من غير بقى لا جبنة ولا أي صوصات. لمّا الرومان بقى عجبتهم الفكرة خدوا الوصفة دي وسموها لازانوم، يعني الحتة اللي بنخبز فيها الأكل، ومن الاسم دوّة جات كلمة لازانيا. بعد كده بقى الأكلة دي وصلت لإيطاليا، وهناك ابتدوا يطوّروها كتير أوي. أولًا كانت مجرد طبقات كده عجينة وجبنة، بس بعد ما الطماطم دخلت أوروبا يعني بعد القرن ال14 بشوية، قالوا لك ليه لأ، طب ما نحط صوص أحمر ولحمة مفرومة وصوص بشاميل وما فيش مانع لو دلعت لنا الدنيا كده بحبة جبنة، ودخل الفرن. ومن ساعتها اللازانيا بقت أسطورة إيطاليا، تجمع ما بين العجينة والمكرونة والصلصة وشوية الجبن، يعني طبقات من السعادة. ولسه في كل أكلة في حكاية، ولو الحكاية دي عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب عشان الحكاية الجاية أكيد هتبقى أطعم.